أهلا بيك يا بطل في حلقة جديدة. الحلقة دي هنتكلم فيها عن مؤشر مهم جدا. بعد ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ال RSI والMACD، النهاردة هنتكلم عن مؤشر ال VWAP. تعال نجيبه من الانديكيتور، هتلاقيه هنا اهو. Volume Weighted Average Price. يعني ايه هو المؤشر؟ هو بيظهر بالشكل زي ما انت شايف، وتعالى نعرف مع بعض يعني ايه مؤشر ال VWAP. المؤشر ده بيقول لك متوسط السعر اللي اشترى بيه اغلب الناس في الجلسة. من الاخر كده، الناس دفعت كام او اغلبهم دفعوا كام في السهم. هنا بيقول لي انه بالنسبة لسهم ابو ظبي الاسلامي، بنك ابو ظبي الاسلامي، بيقول لي ان هم دفعوا 43 جنيه 29 قرش، والسهم وصل ل 43 55 قرش. ده مؤشر انه السهم كسب الناس، وانه اغلب الموجودين في الجلسة تمام ومرضيين وزي الفل. حلو كده. طيب لو السهم فوق مؤشر الفي ويب، اعرف ان السهم لسه طالع. لو السهم تحت مؤشر الفي ويب، اعرف ان السهم نازل. بمعنى ايه؟ هنا في النقطة دي انا عايز اوضحها لك. الفي ويب يوم 14 مارس 26 كان عامل 40 23. السعر يومها كان واصل ل 39 87. هتلاقي انه طالما السعر اقل من الفي ويب، اعرف ان السهم نازل. الشمعة اللي بعدها كانت نازلة، وهكذا. طبعا بدمج الفي ويب مع المؤشرات اللي احنا اتعلمناها قبل كده، الماكدي والار اس اي. لما ادمجهم هما التلاتة هاخد اشارة قوية. احنا اتعلمنا النهاردة ان السعر لو فوق الفي ويب، احنا كده خدنا اشاره من الفي ويب انه السهم صاعد. لازم ارجع اشوف الار اس اي بيقول ايه، ولازم ارجع اشوف الماك دي بياكد لي الاشاره ولا لا. دي نقطه مهمه جدا. طيب انا عندي دلوقتي السهم مؤشره بيقول ان هو صاعد زي ما انا شايف اهو في الفي ويب. طيب انا عايز اعرف السهم طالع لحد فين، او نقدر نقول متوسط او المساحه اللي بيتحرك فيها السهم دي قد ايه. متوسط التغيير في السهم قد ايه. هاجي هنا عند الانديكيتورز وهختار ATR Average True Range. ده بيقول لي متوسط او نسبة التغير في السهم قد ايه في اخر 14 يوم. هنا بالنسبة لي يوم 9 ابريل تقريبا السعر بيلعب في جنيه 52 قرش. طبعا جنيه 52 دي طالع ونازل، مش طالع بس ولا نازل بس. طيب تعالوا نتأكد كده. هتلاقوا ان السهم ابتدأ الاوبن بتاعه كان عند 42 45، والهاي بتاعه 43 93. لو حسبتها هتلاقي ان هو بيتحرك في الرينج بتاع جنيه 52 قرش. طيب ده يفيدني في ايه؟ بص يا سيدي، لو الار اس اي الماكدي الفي ويب اجتمعوا التلاتة على اشارة معينة، صعود او هبوط، تيجي هنا عند الاي تي ار تعمل ايه بقى؟ هو ده اللي انت يعني يمكن ده سحر الموضوع. هتحدد لو انت ناوي تدخل السهم، هتحدد اول حاجة اهدافك، الحتت اللي انت ناوي تبيع عندها. انا عندي هنا السهم بيتغير تقريبا في اليوم ما بين جنيه 52. عشان تحدد في هدفك في كذا طريقة. في ناس بتاخد الاي تي ار وتروح ضرباه في واحد وتضيف عليه السعر الموجود. يعني مثلا هو دلوقتي سعر اللي قدامنا 43 ونص او 43 55، يبقى المستهدف الجديد هيبقى بالنسبة لهم، او المستهدفات بالنسبة لهم هو 45. لما تضيف على 43 ونص جنيه ونص هيبقى 45، ويروح حاطط المستهدف التاني عبارة عن واحد ونص اي تي ار. يعني ايه؟ يعني هيبقى المستهدف التاني عند 45 80، ويروح عامل وقف خسارة يا إما عند واحد ونص اي تي ار، تروح طارح من السعر واحد ونص وتعمل ده وقف الخسارة بتاعك. يا إما في ناس بتعملها الاتنين، اي تي ار وتروح ضربه في اتنين وتروح طرحه من السعر، والرقم اللي هيطلع لك يبقى ده وقف الخسارة ستوب لوس بتاعك. تمام؟ طيب احنا كده في الحلقة دي خدنا مؤشرين مهمين جدا، وهو الفي ويب وخدنا الاي تي ار. استناني بقى في الحلقة الجديدة، هعرفك على مؤشر يعتبر هو أسرع مؤشر هتشوفه قدامك. المؤشرات التانية بتتبع السعر، لكن ده مفهوش تأخير تماما، ده بيمشي خطوة خطوة مع السعر. هنتعرف عليه المرة اللي جاية، وهنربطه كمان بمؤشر الفي ويب ونفهم ايه العلاقة اللي ما بينهم. اشوفك في الحلقة الجديدة وربنا معاك.